مؤقتة. أزلف لك فرحات مهني. أزول فرحات مهني، أنت ترأس ما يسمى بالحكومة المؤقتة القبائلية. أنا ذا قبائلي أعضيل زمرض ديني ذا شوف المجموعة. ما هي هذه الحركة، حركة الحكومة المؤقتة القبائلية؟ أنا ذا قبائلي الحكومة المؤقتة القبائلية ليست حركة. ماشي الحركة كيف قاركة سيسناس. وثانيا أنا لست جزائريا، أنا قبائلي. ما هو الفرق؟ لا شو لا ديفيرونس كي قبائلي الجزائري؟ هناك فرق كبير. منذ الاحتلال الفرنسي إلى اليوم تم ضم القبائل إلى الجزائر واعتبروا جزائريين، لكن بالمقابل ليس كل الجزائريين قبائل. الانتماء القبائلي هو هويتي. أما إذا عدنا إلى سؤالك حول الحكومة القبائلية المؤقتة، فإنها حكومة انبثقت من بلاد القبائل من أجل إظهار اسمها بين الأمم، وأن تدق على أبواب الأمم المتحدة ليعترف بها مثل كل الأمم. حكومة القبائل المؤقتة تكافح من أجل الحرية والكرامة وحقوق الشعب القبائلي بأكمله، أو ما يسمى ببلاد القبائل. غاف النيف، غاف تيروكزان، غاف إزرفان، بغرف قبيلي أكل ميلة من قارة سموت قبيليس. فرحات مهمني هذه الحكومة انبثقت عن حركة الحكم الذاتي القبائلي، الموفمون دوتونومي دو لا كابيلي. هل أنتم تحاولون أن تبنوا هذا الحكم الذاتي ضمن جزائر ديمقراطية تعددية فيدرالية، أم تريدون تمزيق هذه البلاد والانفصال؟ كوني قلنا فلاقي ناقل ماك ستنادي ما تبنوا الجزائر تسجدوا ذانت الفيدرال تناخذ فغام أتشرقم ثمورت. نكوني ذو بريد معتوب الناس دينان دواسن شريك ثمورت. نحن نسير على درب معطوب الناس الذي قال في إحدى أغنياته: الدواء هو تمزيق البلاد. حين نادينا بالحكم الذاتي في منطقة القبائل، قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق النار برصاص الحي على أبنائنا. ذلك الحين صرنا ننادي بالانفصال رغم أننا نحب الجزائر، ورغم أن آباءنا ماتوا من أجل الجزائر. أنا والدي استشهد من أجل استقلال الجزائر. كذا يغلي يوكل الجزائر سيدي تيليس. أنت والدك مات شهيدا في الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. بالضبط.